شوف، الا كنتي ناوي تبدل تليفونك في هاد 2029 نحبس واحد الدقيقه، ما تخليهمش يدوخوك بالاشارات ديال 15000 درهم. راه كاينين اغلاط كيخليوك تلوح فلوسك في الزبل غير حيت بغيتي اخر ما كاين. الغلط الاول كتخلص زياده على الايا، بزاف ديال الشركات كيزيدوا عليك 3000 درهم غير على ود ميزات ديال الذكاء الاصطناعي اللي تقدر ديرهم في اب فابور. الا كان الهاردوير هو ديال العام اللي فات، علاش غتخلص الدوبل على ود بوطونه كتلخص لك النصوص؟ راه ماركتينغ هذاك ماشي تكنولوجيا. الغلط الثاني كتشري تليفون بلايابل رخيص، واخا ولاو موضه في 2029، ولكن هادوك ديال لاكام موين مازال فيهم نفس المشكل. الشاشه كتمشي ليها راه في الشهور في 6 شهور. لما كنتيش غادي تشري تليفون جوده عاليه بلايابل، بقى في التليفون العادي غيصبر لك 3 المرات اكثر. واكبر غلط هو انك كتشري تليفون فيه 128 جيجا وكتقول راه غندير الكلاود. 2029 الفيديوهات 8K وتطبيقات كبار وبزاف. 128 جيجا غتعمر لك في سيمانه. المينيموم دابا هو 256 جيجا، ولا غادي تولي كتمسح التصاور كل نهار باش تصور فيديو واحد. التكنولوجيا ديال هذا العام واعره، ولكن ما تخليش الشركات يبيعوا لك شي حاجه ما تحتاجهاش. وقول لي في لي كومونتير ان التليفون ناوي تشريه في هذا العام ديال 2029.